السلام عليكم، مرحبا بكم في كويزين عاد راح ندير معكم اليوم كونغوسات جديدة هي قلب اللوز. راح تتابعوا معنا طريقة بطريقة كيما راكم تشوفوا معنا. راح ندير 6 كيسان تاع سميد يكون متوسط، ما يكون غليظ ما يكون رقيق، باش قلب اللوز نتاعنا ما تجيناش معجنه، لازم يكون شويه غليظ كيما راكم تتابعوا معنا. يعني نديروا 6 كيسان سميد وتابعونا طريقه بطريقه كيما راكم تشوفوا معنا. راح نزيد مع السميد، راح نزيد 3 كيسان سكر، نفس الكاس اللي كيلت به السميد راح نكيل به السكر. راح ندير 3 كيسان سكر كما راكم تشوفوا معنا. من بعد ما كيلت السكر راح نخلط هذاك السكر مع السميد اللي كنا كيلناه من قبل. راح نخلطهم مليح مليح حتى يتساجم هذاك السكر مع السميد. وراح ندوب الدهان لا مارغرين. راح نخليه يذوب لنا. راح ندير قرصه ملح، وراح كما راكم تشوفوا معنا راه هذاك السميد نتاعنا نحركوه مليح مليح مع السكر. راح ندير الدهان. راح نكيل به كما كيلت به الكاس اللي كيلت به السكر والدهان عفوا والسميد. راح ندير كاس وربع تاع دهان. تابعونا وشوفوا، تابعونا طريقه بطريقه راح تنجح لكم 100%. راح تبقاو تستعملوها غير هي كما راكم تشوفوا. راح تدرت الدهان نتاعنا، راح نبسس هذاك السميد مع السكر والسميد. راح نبسها مليح. راح ما راحش نخلي السميد تاعنا ناشف، خاصه يكون كامل مزيت باش ما يغبناش في التبساس نتاعه. كيما راكم تشوفوا راح نبسوه مليح مليح، خاصنا نحكوه بيدينا كيما راكم تشوفوا معنا كيشوفوا كي راني ندير. وراح ندير الكاس تاع الماء. ندير نص كاس تاع ماء زهر، والنص اللي باقي راح نديروه ماء كيما راكم تشوفوا. راح نشوفوه حتى تبسس لنا كامل. عاد كيما راكم تشوفوا معنا ها هو انا راح كملته. راح ندير الماء والماء زهر اللي كنت درتهم خلطتهم. راح نبقى خلطتي بالعقل، ومام طون راني نلم في هذيك راني نبسس في هذيك الخليط نتاعنا تاع السميد كيما راكم تشوفوا معنا. ها هي راح نفختها كاع كامل. ها هي راح نطميها كيما العجينه، بس ما راحش تعجنيها، راح كيما حنا نقولوا غير تلميها برك كيما راكي تشوفي معانا. ها هي راح خاص نكون نفخها كاع، وراح نبيتها ولا كنتي مقلقه ولا خليها ديريها صباح، خليها 5 سوايع عاود ولي ديريها. من الاحسن خاصنا نخلوها تبات. راح نغطوها ونخلوها. راح نروحوا للمقادير تاع الشربات. راح ندير 7 كيسان تاع ماء، وندير 3 كيسان تاع سكر كيما راكم تشوفوا معنا. ولا عندك الليمون ديري الليم، ولا ما عندكش
نستغنى عليها. راح ندير قلت لكم راح نعاود لكم 7 كيسان ماء و3 كيسان سكر، وراح نحركها شويه، وراح ندير هذاك نص تاع حبه عليم، وراح نديرها على النار، وراح تشوفوها من بعد. انا هنايا هيا بعد ما بيتناها راح تشوفوا معنا كيفيه التحضير نتاعها. راح ندير ناخذ صني حوالي 45 على 35. راح ندير شويه زيت، راح ندهنه مليح، وراح ندهن كاع القنات، ما خلوش ناشف. وراح ناخذ السميد نتاعنا، وناخذ نص كاس تاع الماء والماء زهر، وخاطر راح كي نبيتوها هي راح تجينا تطلق لنا الزيت نتاعها بصح تنشف شويه. راح نعاودو نديرو لها الماء والماء زهر باش نخفوها شويه. كيما راكم تشوفوا معنا راح نحلها بهذاك الماء والماء زهر اللي كنا مخلطينه في نص كاس تاع تلاتاي. راح نحلها باش ما تقعد ناشفه، وباش كي راح نديروها في الصني راح تساعدنا في الترتيب نتاعها. راح ناخذ بالعقل، راح ندير سطر في الصني تاع السميد، راح نديرها كامل وبقى نطبع بيديا بالعقل. ما لازمش نديرو جهه طالعه وجهه، خاصنا نديروها سوا وطبعيها نورمال. كما احنا نقولوا ما تخافيش، زعما كما احنا نقولوا تنشق لك ولا ديريها ستفيها مليح مع السنين تاعك، سوا درتيه كبير سوا درتيه صغير. وراح ان شاء الله تجربيها وتخرج لكم هايله بزاف، سختو المبتدئات. راني ستفتها مليح، ما خليت حتى ما خليت جهه طالعه ولا جهه هاوده، ستفتها مليح. بعدها راح تجيبي ستاتي باش هذوك القنات اللي يكونوا ما يكونوش نيشان، راح نعدلوهم مليح، وسورتو القنات خاصنا نطبوهم غايه الغايه. وراح قبل ما راح ندخلها للكوشه راح نقطعها باش طيبنا غايه، وراح نقطعها كارويات. وكما راكم تشوفوا معانا لازمنا نقطعوها لخاطر باش طيبنا. وزيد كي نديروا لها العسل راح يدخل لها العسل الداخل كما راكم تشوفوا معانا. انا هنايا التزيين اختاريت اختيار ليكم، انا اختاريت اللوز، نتوما تبغوا ديروا الكاوكاو ولا ديروا اي حاجه كما راكم تشوفوا. وراح يكون سخنت الفور من قبل، راه يسخن، وراح نطيبها، وراح تشوفوا كيفاش راح نطيب لاكولا نتاعها كيفاش طيبناها. هيا بعد ما دخلناها الفور طيبناها، لازم كي تكون الشاميه نتاعنا حاميه الشربات تكون بارده، تكوني درتيها وخليها بارده. وكي تطيب لنا الشربات لازم نديروا لها الماء والماء زهر بصح حتى تبرد كيما راكم تشوفوا. لازم شاميه ديروها حاميه، ديروا لها الشربات، وراح نشربها كاع كيما راكم تشوفوا، ونخلوها كما نقولوا هاك تعود تسيل تعوم.
وما لازمش خليها تبرد خاطرش تلصقنا، ما تجينا شابه، تجينا قشره فوقانيه قاصحه. جربوها وسيوها وتخرج لكم هايله. انا مجربتها 100%. وان شاء الله شهيه طيبه. وراح نقطعها، شوفوا هاي المورسو غادي نوريه لكم، راح نقطعها قدامكم وشوفوا. شوفوا كي جات طريه هايله كما ها هي. شوفوا كي جات غير روحها تتفتت. ان شاء الله ان شاء الله تجربوها تخرج لكم هايله. وخلونا لي ميساج في لي كومونتير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.